السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ اخباركم؟ يا رب دايما تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. ربنا ان شاء الله كده يبلغنا كلنا رمضان على خير يا رب، اللهم امين. في وسط حبايبنا يا رب، ما يحرمناش منهم ابدا. ان شاء الله النهارده كده بنعمل تفريزات 2023، تفريزات رمضان 2023 باذن الله. ربنا يعود علينا اليوم بخير يا رب، اللهم امين. كنا قبل كده خزنا الكرنب، وهنبدأ النهارده نعمل كمان مخلل سريع، وهنخزن البسلة ونعمل سمك. وعندنا كيلو لحمة مفروم ما شاء الله عملنا منه النتيجة اللي انتوا شايفينها دي. هنسمي الله كده ونصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك أجمعين. منورني كلكم حبايبي من جوه مصر ومن بره مصر، ربنا ما يحرمنيش منكم أبدا. اللي جاي هنا طبعا ده انا بفكرك بالكرنب اللي احنا خزناه قبل كده. ما شاء الله اللهم بارك، حلو بيوفر معانا وقت في رمضان. بعد كده كل الحاجات دي بتوفر معانا وقت في رمضان. هنا بقى بعد ما سمينا الله كده وسلمنا على بعضينا، هنبدأ. اول حاجة خالص انا كده حاطة مية سخنة تغلي على البوتاجاز. تمام. في المية السخنة اللي انا هتغلي على البوتاجاز دي هبدأ ان انا اعمل فيها المخلل السريع. المخلل سريع يا ام يوسف، يعني انا هغلي المية واحط فيها الخيار والجزر بتاعي. لو عندي كرنب، لو عندي ورق كرنب، او عندي قرون قرنبيط، كل ده بينفع. عندك ما شاء الله اللهم بارك لفت. عندك اي نوع من المخلل اللي انت عايزه تحطيه، فلفل اي نوع، هنحطه في الميه دي كده ونبدا نشتغل بيه كانه مخلل سريع. يعني هناكل منه في نفس اليوم او عموما بعد 3 ساعات يعني. بعد ما تلاقيه بدا يحيق من الملح بتاعه، خلاص على كده ابدا اكلي فيه. كده انا عندي جزرتين مقشراهم ونضاف وغسلاهم، والخيار كمان غسلاه وموضباه. هبدا ان انا بقى اعدلهم زي ما انت شايفه كده، وقطعتهم. طبعا التقطيع ده حسب ذوقك انت وحسب ما انت بتحبي الشكل ايه. هنا بقى قطعتهم وعدلتهم زي ما انت شايفه كده. كانت الميه على البوتاجاز بدات تغلي معايا. هروح بقى بيهم عند ميه البوتاجاز، وهبدا انزل فيهم بالحله واغطي عليهم. هو ده اللي انا هعمله، وهسيبه مع نفسه لغايه ما اكمل بقيه الشغل بتاعي. انا كده بشتغل معاكي بالليل بعد ما اتعشينا وصلينا العشاء والدنيا تمام، وكل واحد اللي عايز حاجه عملناها له، شايه اي حاجه هو محتاجها يعني، شاي او عصير او حاجه. وهم ناموا بقى وانا بدات اشتغل مع نفسي كده. ربنا ان شاء الله كده يرزقنا الخير والستر والصحه والسعاده يا رب، اللهم امين. كده بقى انا غطيت على المخلل بتاعي، وجيت هنا عندي 10 كيلو طماطم. العشرة كيلو قوطة دول او العشرة كيلو طماطم انا طبعا مخزنه شويه في الفريزر، حب سليم كده، بس بصراحه بياخد معايا مكان كبير في الفريزر. انما هنا بقى الحته اللي احنا هنعملها دي، هعمل لك نوعين. اعمل لك النوع الاول خلطته قبل ما اسلقه، يعني قبل ما اسبكه. وفي نوع تاني انا هسبكه بحاله بمحتاله كده، يعني هسلقه الاول وارجع اشتغل فيه. ليش انا عملت الكميه الكبيره من النوع التاني؟ علشان خاطر لقيت هنا هيتدهدر مني كتير، يعني هيطلع مني تالف كتير. كل اللي انا صفيته ده ما رميتهوش. هقول لك انا عملته ايه، هيجي معانا في الفيديو، كل حاجه ان شاء الله تشوفها في الفيديو. هنا بقى انا بدات خلطت منهم كميه كده وبدات اصفيها، لقيت ما شاء الله يعني بينزل التلتين وبيفضل في الطبق التلت. ما فيش مشاكل، حطيناه في الخلاط تاني وبدأنا زودنا عليهم الكمية التانية. بس ما شاء الله اللهم بارك، ناعمة وجميلة انها متصفية. هنا بقى الجهاز ده انا اشتريته جديد. ما شاء الله اللهم بارك، انجز معايا كتير وساعد معايا بصراحة كتير. هو مفروض ليه 40 استخدام، يعني ما شاء الله اللهم بارك، تعمل فيه كل حاجة. بيشتغل كبة، بيشتغل خلاط، بيشتغل مفرم التوابل، بيشتغل عصارة، بيشتغل تعمل عليه شيبسي، تعمل عليه بطاطس، تعمل عليه لو انت هتعمل خضار يعني، وحاجات من الحاجات دي بيساعد معانا كتير. هنا بقى كل اللي انا صفيته بدأت ان انا حطيته على بقية الحلة الكبيرة، وحطيتها على البوتاجاز تغلي. انا هسلقها الاول وارجع اظبط الدنيا فيها، بس انا حطيتها اول الشغل علشان تلحق تتسلق عبال ما اخلص الشغل بتاعي اللي هنا. هنا بقى طبعا كان معايا نص كيلو فول، انا مبلاه من امبارح في النهار. يعني امبارح في النهار قعد كده حوالي بصي بعد 12 ساعة قعد يوم. ما بيزعلش، بتبقى حلوة وبيبقى صحي وجميل لما بتبليه. طبعا انا كنت بلاه قبلها بيوم زي ما بقولك، وبدات غسلته غسله حلوه بعد ما بليته كده والدنيا تمام. شطفته شطف حلو من الميه اللي عليه، وبدات جيت وجبت بقى هنا عند الكبه بتاعتي حطيته. هنا بقى هنحط اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. مش هنحط بقدونس خالص، لان البقدونس بيخلي الطعميه معاكي تسمر من القلب من جوه، يبقى لونها اسود كده. تمام. يبقى احنا كده هنحط كزبره، وهنحط شبت، وهنحط كمان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ما تحطيش بصل، البصل بيخليها تقيله قوي بزياده عن اللزوم، وما بتقبليش انك انت تاكلي منها كميه كبيره. تمام. اما الكرات خفيف، وهو اصلا كرات هو ملوش فعاليه الا للطعميه بس. لو انت حبيتي تحطيه على السلطه طبعا بيخلي السلطه طبعا جميله.
هنا بقى واحده واحده كده وظبطنا الدنيا. طبعا عندي في الصين توم، وحبيت حطيت حبه ميه قليلين كده علشان الفول بتاعي بصراحه انا كنت مصفياه جامد من الميه. وبدات اشتغلت مع نفسي كده، عملتهم على مرتين علشان خاطر الكميه كبيره على بعضيها مش هتتفرم معاكي كويس ومش هتكون ناعمه قوي. بس انا في الاخر جيت حطيت الكميتين على بعضيهم وشغلت عليهم. دول بقى حسيت حبة المية اللي انا حطيتها هتبدأ تطريهم، حطيتهم في المصفى، بس بصراحة هي احتاجتهم تاني يعني. حطيتهم في مصفى كده وتحتيها طبق علشان برضو اللي ينزلوا اخدهم للكمية التانية اللي انا هفرم بيها، بدل ما اجيب مية تانية يعني. اهي كمية المية حاجة بسيطة اللي نزلت، خدتها بقى مع دول وبدأت ان انا اشتغلت بيهم، وحطيت حبة الكرات وحبة الكزبرة والشبت الباقيين. طبعا كل ما بتكتري خضرة كل ما هي بيبقى لونها اخضر. تمام. مش بتضر، بس ما تحطيش بقدونس للطعمية علشان ما يخليهاش سمرة منك من القلب. صلوا مين على الحبيب، اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين. هنا بقى كملت الكمية بتاعتي. طبعا هحط ملح وهحط معلقة بهارات سبع اللي انت عايزة تحطيه، فلفل أسمر كمون كزبرة، بس ما تكتريش قوي كمية من البهارات علشان ما تخليكيش الطعمية تقيلة برضو وسمرة من القلب. كتر التوابل بتخليها بصي لونها اسود كده من القلب، ما بتكونش بالخضار الطبيعي اللي انت بتحبيه. كمية المية اللي اتصفت حطيتها على الكب علشان تشغلي بقية الكمية على بعضيها، علشان تخلط لي التوم وكله مع بعضي. هنا بقى حطيت نص معلقة ملح علشان ما شاء الله اللهم بارك كمية حلوة، وحطيت نص معلقة توابل كاملة مع بعضيها كده اللي هي البهارات السبع. وما كترتش تاني بقى فلفل ولا كزبرة ولا كمون ولا اي حاجة تاني خالص. انت بقى وانت بتقليها عايزة تحطي على ايدك كده حبة كزبرة حرشة حطي، عايزة تحطي سمسم حطي، عايزة تحطي حبة بركة حطي، وانت بتقليها بقى على الجاهز كده. تمام. هنا كده الدنيا تمام وما شاء الله عجينتها ماسكة نفسها وحلوة وزي العسل. وربنا يا رب يديكم الصحة وتعيشوا وتعملوا لأولادكم أحلى حاجة، رب اللهم أمين كلنا. هنا بقى عملنا الطعمية بتاعتنا بتاعت السحور. طبعا انت عايزة تقللي الكمية قللي، عايزة تزودي عن كده زودي حسب طبعا أفراد عيلتك. هنا طبعا كان عندي البسلة بقى، كنت جايبة 5 كيلو بسلة وعملتهم أنا والولاد مع بعضينا كده، فصصتهم يعني وجهزتهم وغسلتهم كمان، وقشرت الجزر بتاعي وغسلته علشان ما اطولش عليكي في الفيديو. هنا بقى جيت بدأت ان انا قطعت كل الحاجات دي كده وجهزتها. وكمان انا بحب احط على البسلة بطاطس، يعني انا بحب احط على البسلة بطاطس وانا بطبخها، بتكون جميلة وحلوة وبتكون طعمة. وبص كل الحاجات دي كده حاجات جميلة وخضروات وحاجات حلوة بتبقى جميلة. عملت منها كمية للعصير اللهم صل وسلم على سيدنا محمد للشوربة، وعملت كمية منها للطبيخ. الطبيخ انا حطيت عليها البطاطس الوقتي، اما بتوع الشوربة خليتهم لان انا برضو لو عندي فاصوليا خضرا بحط، او عندي كمان بطاطس بحط. عندي اي حاجة بحطها معاه بصراحة على الشوربة بتخلي طعمها جميل. وكمان بجيب بصلة صغنونة كده اقشرها واغسلها واروح مقطعاها على الشوربة، الله بتخلي لك الشوربة حكاية. هنا بقى وزعت البطاطس بتاعتي ووزعت الجزر ووزعت الحاجة حسب ما الكمية اللي انا هطبخها، طبعا حسب افراد عيلتك وحسب اللي انت بتستخدميه. العلب دي بجد بتحفظ الاكل كده وبتخليها جميلة وما بتتدهدرش منك، وفي الوقت نفسه ما بتاخدش معاكي مكان كتير في الفريزر. قفلنا بقى العلب بتاعتنا والدنيا تمام والحمد لله. هنبدأ بقى نشوف هنعمل ايه بعديها. احنا كده مش عايزين ننسى الطماطم اللي احنا حاطينها على البوتاجاز. كده بقى خلصنا حاجتنا ما شاء الله اللهم بارك. جينا بقى للشوية البسلة اللي هم بتوع الشوربة، قلبتهم على بعضيهم علشان يكون نفس المقدار مع بعضيه، وبدأت فضيتهم في 3 أكياس حسب طبعا الحجم اللي أنا بعمله. كده الدنيا تمام الحمد لله. ربطناهم وهم لان انا كنت جايبه 10 علب بس، يا ريتني انا كنت جبت اكتر من كده، مفيش مشاكل. بعد كده ان شاء الله يبقى لما نيجي نعمل تفريزات الفواكه ان شاء الله باذن الله ربنا ييسر الامر. شايفه الخيار بتاعي بقى لون المستوي بالظبط. هنا بقى عندي الحله اللي انا مصفياها بتتسبك معايا. تمام. دي ما هجيش جنبها تاني بقى. الحله اللي انا حاطه فيها الطماطم تتسلق او القطه تتسلق خلاص انا طفيت عليها كده، يعني هي اتسلقت انا طفيت عليها. قلت عبال ما تبرد شويه اكون جيت هنا شفت هنعمل ايه في الكفته بتاعتنا. ده كيلو لحمه انا شارياه من الجزار وفرمته في المفرم عند الجزار هناك اللي هو بيبيع اللحمه. قلت له افرمهولي بدل ما اجيبه على الكبه هنا، يعني هناك ما شاء الله ما خدش دقيقتين في المفرم عنده. بدأت عندي بقى رز يعني انا شارياه هو رز مطحون، يعني انا شريت كيلو برضه من هناك وخليته طحنهولي وانا هناك بجيب منه التوابل والحاجه.
انت بقى كده اطحني في الكبه بتاعه الكمون والفلفل الاسمر دي كميه قليله بكميه قليله كده. حطيت بقى هنا حوالي كوبايتين على نص كيلو رز، لان طبعا زي ما انتوا عارفين الدنيا غلا وما ينفعش نحط ربع كوبايه بس زي ما كنا بنحط او نص كوبايه بس. ده حسب برضو انت واحتياجاتك يعني، او حسب انت كميتك، حسب ظروفك، او حسب مصاريفك اللي معاكي. كل واحده مننا بتدبر بيتها على حسب المصاريف اللي معاها، ده ما بيزعلش. إيه ان مثلا اضيق على نفسي شهر او اوسع على نفسي شهر، ده الحمد لله يا رب، الحمد لله. المهم ربنا كرمنا بالستر والصحه والعافيه، ده احلى حاجه في الدنيا. انما عشان مثلا شهر يبقى الدنيا مضيقه معايا شويه، ما تزعليش، الشهر اللي بعده ربنا بيفرجها. طول ما بنقول الحمد لله، ربنا ان شاء الله بيسر علينا الامر ويرزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم امين يا رب العالمين كلنا. هنا بقى فرمتها فرمه حلوه قوي. حطيت عليها كمان كنت ناسي احط عليها الملح والتوابل، هنا حطيتهم عليها في الطبق وبدات ان انا قلبتهم قلبه حلوه في الطبق. قلت مش محتاجه ان انا ارجعهم تاني في الكبه. المهم ان انا يعني اديتها لته حلوه شويه كده، لان الكفته بتحس انك انت ان ما اديتيهاش لته حلوه جميله كده بتحس ان هي مفتوله من بعضيها ماشي. المهم اديتها لته حلوه كده تمام، وقلبت فيها الملح والبهارات بتاعتي، وبدات ان انا عملتها بالشكل اللي انت عايزاه. عايزه تعمليها شكل صوابع ماشي، عايزه تعمليها كور صغيره كده ماشي. وطبعا انت بتعملي الطبق على قد مقدار العيله اللي انت فيها، يعني على حسب برضو افراد عيلتك ماشي. طبعا انا عاملاهم كده، ممكن اطلع طبق، ممكن اطلع طبقين، فحسب برضو احتياجاتك واكلك. هنا كان النص كيلو الكفته الاولاني، ده بقى هنشتغل في النص كيلو الكفته التاني. قبل ما اشتغل فيه بليت نص رغيف كده، نص رغيف عيش، بليته بحبه ميه وركنته. هنا بقى جيت للصلصه بتاعتي. طبعا الحله التانية كنا شلناها من على البوتاجاز علشان تهدى شويه، ابدا افرمها في الخلاط. هنا بقى حطيت معلقتين بابريكا ومعلقتين ملح وسبتها برضو تكمل. هنا برضو بطمن على الخيار ولقيته تمام. هنا بقى جبت المضرب بتاعي بتاع البيض كده، وقلت اهدي النار اللي في الطماطم شويه او القوطه بتاعتي شويه، علشان ابدا ان انا اخلطها في الخلاط ما يبص من السخونيه بتاعتها يعني. طبعا لو انت عندك هاند بلندر اشتغلي بيه على طول، بينجز وبيبقى جميل. هنا بقى ما شاء الله اللهم بارك، والله قلت اصفيها والاخر قلت هي مش محتاجه تتصفى، ما شاء الله فرمتها فرمه حلوه وربنا الميسر ان شاء الله. تبارك الرحمن، الحاجات دي كلها بتساعد معانا جامد وبتبقى جميله وحلوه وبتشتغل معاكي حلو. انا جايباها ب 1950 جنيه، يعني هو قال لي الجهاز ده ب 1950 جنيه. بصراحه انا لقيته فيه حاجات كتيره وبينجز معايا كتير. يعني على ما فصلت معاه شويه كده ادهولي ب 1850. المهم يعني الدنيا مشت، وكنت جايبه كمان مضرب البيض معاه. كان مديني مضرب البيض اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ب 1200، يعني ادهم له ب 3000 الا 100 الجهازين بس. ما شاء الله اللهم بارك، وفروا معايا كتير. هنا بقى جبت بعضي وجيت صفيت الطماطم، خلطت الطماطم بتاعتي كلها او القطع وحطيتها على البوتاجاز، وحطيت فيها معلقتين ملح ومعلقتين بابريكا، وجيت للفلفل بتاعي للخيار بتاعي والجزر. ده بقى كده مخللنا سريع ما شاء الله اللهم بارك. انا بقول لك بشتغل كده كل الشغل ده كده بالليل، كله في وقت واحد كده زي ما انت شايفانا. هنا بقى خدت كل الخياره وكل الجزرايه اللي موجوده في الميه اللي انا غاليه عليها، وحطيت عليهم فصين توم، وحطيت عليهم معلقتين ملح، 3 معالق على حسب البرطمان هيشيل معاكي ميه قد ايه، وحسب كميه المخلل معاكي. ومن الميه نفسها اللي انا غالياها عليه نزلت عليهم بكوبايتين لغايه ما ستفت البرطمان يعني. وهبدا بقى ان انا اقفل برطماني كويس والدنيا تمام، والدنيا 10/10. هديه قلبتين كده علشان الملح اللي فيه، وركنته على جنب. هنبدا بقى نشوف شغل الكفته بتاعتنا، نشوف الصلصه الاول اخبارها، نطمن عليها ونرجع تاني. هنا بقى التسبيكه بتاعتنا دي الاولانيه دي تمام تمام تمام، طفيت عليها. اما التسبيكه التانية لسه محتاجه شويه، لسه محتاجه شويه، ما تكون تخينه شويه كده حلوه بتكون جميله. هنا النص رغيف لقيته هيبقى كتير، شلت منه كميه كده، يعني قولي شلت التلت وخليت التلتين، ونزلت عليه نص معلقه ملح ومعلقه البهارات بتاعتي، واديتها برضو قلبة حلوة قوي كده. هنا بقى لو انت عايزه تحطي بيضه حطي، بس انا ما احطش البيضه علشان انا مش هشتغل في نفس الوقت بيها، انا هخزنها في الفريزر، فالبيضه هتخلي ليها ريحه زفاره. انما انا لما باجي في الطبيعي ببل حته اللقمه كده العيش، وابدا ان انا ساعه ما تتبل وتخلص ابدا ان انا انزل عليها بحته اللحمه بتاعتي المفرومه حسب كميتها طبعا، وابدا ان انا احط عليها بيضه كمان. يعني البيضه بتخليها لك ما شاء الله اللهم بارك ليها طعم تاني، بس طبعا لو انا هشتغل بيها في نفس الوقت. انما هخزنها زي كده، ما برضاش احط البيضه علشان ما تخليليش ليها ريحه زفاره في اللحمه بتاعتي او في الحاجه بتاعتي. طبعا انت هتعملي برضو حسب الكميه اللي انت عايزاها، وحسب الطبق اللي انت عايزاه، حسب افراد عيلتك برضو هتعملي في الحاجه.
هنا بقى انا عملته ليش؟ علشان خاطر انا السمك اللي انا جايباه برضو عندي جماعه بيحبوا سمك وجماعه مش بيحبوا السمك. فانا وقت ما اعمل السمك مثلا هطلع معاه طبق كفته او هطلع معاه طبق من الكفته التانية دي. همشي يعني الدنيا كده. اللي ما بيحبش ده ياكل من ده، واللي ما بيحب طبعا لان الكل هيبقى صايم، وكمان لو من غير صيام بحاول ان انا اراضي الجميع علشان برضو ما اضمنش الظروف ايه. يبقى كده بدل ما واحد يتحرم وواحده تاكل، لا الكل زي بعضيه، ما حدش يتحرم ولا حاجه. هنا بقى قسمناهم ما شاء الله اللهم بارك، كل طبق شال 5 ما شاء الله اللهم بارك، حلوين زي العسل. عايزه تعمليها اصغر من كده برضو انت حريتك، عايزه تعمليها وتشيلي منها العصايه خالص وتحطيها في الطبق، وبعد كده بنحطها في الصينيه، ندهن الصينيه بس زيت كده بسيط، ووش الكفته زيت بسيط، ونحطها في الفرن ما شاء الله بتدي نتيجه حلوه، بتستوي معاك على طول، وبتكون طعمه وحلوه. دي كيلو لحمه بلدي، ما جبتهوش من اللي هو اللحمه المفروم، انا جايبه لحمه بلدي. عندنا هنا بتتباع اللحمه البلدي ب 240 و230 حسب طبعا كل جزار. في جزار بيبيعها ب 200 عندنا هنا، بس بصراحه بتكون الذبيحه كبيره وبتاخد معانا وقت كتير في التسويه يعني على البوتاجاز. دي بقى خلاص التسبيكه بتاعتنا دي هدت شويه لما طفينا عليها، اما التانية خلاص استوت، هنطفي برضو عليها ونسيبها ترتاح شويه كده تبرد لغايه ما نشوف بقيه الحاجه بتاعتنا. هنا بقى السمك بتاعنا عندي 5 سمكات، انا جبتهم 2 كيلو ما شاء الله اللهم بارك، قطعوا 5 سمكات بس لان هم ما شاء الله حجمهم كبير. انا قطعت الاتنين الكبار قوي وخليت التلاتة المتوسطين، علشان التلاتة المتوسطين دول انا بحب اعملهم السمكة سليمة، فهمتوني؟ اما تكون السمكة سليمة بتحس ليها طعم تاني سبحان الله عن ما بتقطعي فيها والسكينة تمشي فيها كيف معرفش. المهم اللي انا قطعتهم دول هقلي منهم مثلا لابو احمد مع الولاد مع الكفته، لانهم ما بيحبش الكفته بس بيحب السمك، عندنا الولاد بيحبوا الكفته وما بيحبوش السمك، فهنوازي هنا وهنا يعني، فهمتوني؟ والسلام دول بقى هبقى اعملهم سنجاري ماشي، او هعملهم في صينيه ماشي، او هعملهم اعملهم التسبيكه كلها في الخلاط، يعني بصله تومه التوابل بتاعتي في الخلاط واعملها. هنا كانت الصلصه بتاعتي بقى الدنيا تمام وبردت، بدات ان انا عبيتها في اكياس ما شاء الله، اكياس حلوه وشايله كميات كبيره. عملنا 15 كيس يعني 15 طبخه من ال10 كيلو طماطم. طبعا ما شاء الله اللهم بارك، يعني متسبكه وجاهزه تعمل لك احلى طبيخ ما شاء الله اللهم بارك، وحلو قوي. تمام كده بقى خلصنا الحال بتاعنا، وهنبدأ بقى اوريكي اخر انتاج عندنا احنا عملناه، علشان طبعا هبدأ اغلفه بالاكياس الاسترتش بتاعتي. ما عندكيش اكياس استرتش اي كيس من بتاع المطبخ العادي ودخلي فيه الطبق وقفلي عليه. بس على فكرة العلب دي اجمل واحلى من الاطباق بصراحة بصراحة، يعني على استعمالي ليها العلب البلاستيك دي هي اسهل واحلى وانضف كمان واوفر في المكان، والحاجة مش هتدلق منك لان هي بتقفليها كويس. كله الحاجة تمام، خلصنا على خير بإذن الله، ربنا إن شاء الله يبلغنا كلنا رمضان على خير. شد حيلك واقضي مصلحتك، كل ده بيروق علينا في رمضان، بتبص تلاقي يومك رايق وتبص تلاقيكي أنجزتي. طبعا أنا ما بحبش أشتري اللحمة والفراخ وهفرزها كتير، لأن بحب أجيبها طازة. هعمل لكم فيديو تاني إن شاء الله، لأن عندي وزتين وعندي رومي وعندي حاجات كده ما شاء الله اللهم بارك، هبقى أذبحهم وأنضفهم وأوريكم برضو إن شاء الله في الفيديو هفرزهم إزاي. وان شاء الله كده ربنا يبلغنا كلنا رمضان على خير بصحة وسعادة وسلام يا رب كده وراحة بال وفي وسط اهلينا ان شاء الله كده اللهم بارك. كده خلصنا، هاخد بقى حاجتي اروح اوديها في الفريزر، واشوفكم على خير باذن الله في فيديو جديد. كل سنة وانتم طيبين حبايبي، دمتم